خرج اللقاء عن نطاقه الرياضي وراح ينذر الجزائريين منذ البداية وكأن السيناريو كان معدا مسبقا. في الدقيقة 38 كوفي كوجيا يؤكد هذه النظرية بعدما أشهر أول بطاقة حمراء في اللقاء في وجه ركيزة الدفاع الجزائري رفيق حليش، الذي تلقى قبل ذلك ب8 دقائق بطاقة صفراء كانت من نسج خيال هذا الحكم. في الكرة هاهية في هذه الكرة في الكثير من المبالغة، الخطأ غير عمدي اطلاقا من في المنتخبات. السيد الحكم لم يكتفي بتماطله في منح البطاقة الصفراء الثانية، بل أدهش المتتبعين عندما منح شرعية الهدف لضربة جزاء كان يجب أن يعاد تنفيذها. توقف أثناء التنفيذ ولكن لا. كوجيا أشهر بطاقة حمراء ثانية في الدقيقة 70 وفي وجه نذير بالحاج، واختتم مهرجان توزيع البطاقات الحمراء بتقديم بطاقة صفراء ثانية للحارس شوشي بعدما كان منتظرا إشهارها في وجه اللاعب المصري الذي واصل اللعب بعد صفارة رجل اللقاء. الحكم لعب الكرة أو اللاعب المصري لعب الكرة وكان في وضعية التسلل، وحاول شوشي أن يلعب ويضرب الكرة، كان هناك احتكاك لم تكن بطريقة متعمدة. مشاهدة ليختم كوفي كوجيا اللقاء لصالحه ب3 بطاقات حمراء.